الجيم بقى يقفل بدري ومبقاش عندك وقت للتمرين، وبقيت حاسس انك بتكسل وبتلغي التمرين او بتلعب اي حاجة بعشوائية. انسى خالص العشوائية، لاني هقولك على تمرينة فعالة لكل جسمك هتخلصها في وقت قليل لو مستعجل. يلا بينا. طبعا الاول هنسخن كويس وهنبتدي بيه انكلاين سميث ماشين تشيست بريس، ولو السميث زحمه ممكن نبدله بالدمبل على دكه مايله. وهنلعب مجموعتين بتركيز عالي عشان نركز على الصدر العالي، كل مجموعه من 8 ل 12 عده وهتريح ما بينهم دقيقتين. بعد كده هنخش على طول على الرجل وهنلعب دمبل جوبلت سكوات. اما نيجي ننزل نحاول نخلي زاويه الركبه على الاقل 90 درجه، وبلاش ننزل نص عده. هنلعب مجموعتين من 10 ل 15 عدة، ومهم انك تريح كويس ما بينهم لحد 3 دقايق. بعد كده هنفجر الظهر وهنلعب بنت اوفر روز بالبار، ولو ظهرك بيوجعك او مش عارف تثبت كويس هنبدله بكلوز جريب سيتد روز. هنلعب مجموعتين من 8 ل 12 عدة وراحة دقيقتين بين كل مجموعة. وبعد كده هنخش على انفيرس زوتمن كيرل، وده من اذكى تمارين الدراع. بتمسك الدمبل وبتطلع من تحت لفوق بقبضة محايدة اكنك بتلعب بالظبط الهامر كيرل اللي هو تمرين الشاكوش بالدمبل. انت هنا بتحمل على البريكياليس اللي هي عضلة ما تقلش اهمية ولا حجم عن البايسبس، وكمان بتشغل عضلة البريكيو رادياليس اللي موجودة في الساعد ومسؤولة بشكل كبير عن الثيكنس بتاعه. لكن الشغل الحقيقي هنا مش في الطلوع، الشغل في التركيز في النزول، لانك وانت نازل هتقلب المسكة وهتخلي كف ايدك باصص لفوق وهتنزل ببطء في 3 ثواني. هنا انت بتركز الحمل على عضلة البايسبس في وضعية الاستطالة، والعضلة بتكون اقوى وهي بتقاوم النزول، عشان كده بتقدر تتحكم في وزن اعلى وتستفيد اكتر من الحركة السلبية. وده اللي يخلي التمرين ده مش بس صعب، لكن يخلي البايسبس والساعد يفرقعوا فعلا. هنلعبه السوبر سيت مع كيبل اوفر هيد ترايسبس اكستنشن. ممكن تلعبه باي ماسكة تكون مريحة لكوعك، سواء حبل او بار او الفي جريب. المهم انك تتني كوعك لحد الاخر عشان تعمل اكبر قدر من الاستطالة للترايسبس. هنلعبهم مجموعتين سوبر سيت، كل مجموعة من 9 ل 10 عدات، وترتاح دقيقتين وشوف دراعك هيفرقع ازاي بعدها هنخش على السيتد دمبل شولدر بريس. ولو رقبتك بتوجعك ومش بتحب تلعبه بالدمبل تقدر تلعبه على الماشين شولدر بريس بأي ماسكة ترتاح عليها. هنلعب مجموعتين تضغط بيهم على كتفك صح، كل مجموعة من 9 ل 10 عدات وترتاح دقيقتين ما بينهم. وبكده نكون خلصنا تمرينة فول بادي عالمية لكل الجسم، مش هتاخد منك اكتر من ساعة. كل واحد جسمه وهدفه مختلف. لو عايز برنامج مظبوط ليك والوقت اكتب لي كومنت وانا هتواصل معاكم، وما تنسوش الفولو والسبسكرايب وتعملوا سيف عشان بارت 2.